نأتي إلى قاعدة مهمة كما نرى على اللوحة: الروم حكمه حكم الوصل. الروم حكمه حكم الوصل. قبل أن نرى اللوحة أشرح لكم هذا الأمر أيها الإخوة. الروم حكمه حكم الوصل، يعني لما أقف على كلمة ببعض الحركة، بعض الضمة أو بعض الكسرة، أعامل هذه الكلمة الموقوف عليها معاملتي لهذه الكلمة لو وصلتها. آتي بمثال: إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين لو وصلتها أقول: وإياك نستعين اهدنا. نستعين اهدنا. عين عي، ما هذا المد؟ مد طبيعي. فلما أقف نستعين، لما أقف عليه بالروم أيضا أمد بمقدار حركتين كالوصل، ولا يصح أن أقول والله هذا مد عارض للسكون فيصح لي أن أقرأه حركتين أو 4 أو 6. لا، المتلقى أن الكلمة الموقوف عليها بالروم تعامل معاملة الوصل، فلا يأتي على الروم المد العارض للسكون. هذا أمر. الأمر الثاني، مثلا بعض الحروف، الراء مثلا، الراء إن كانت ساكنة مثلا أو عفوا إن كانت مضمومة أو مفتوحة تفخم، مكسورة ترقق. فأنا عندما أقف على راء مثلا مثل قوله تعالى: فيغفر لمن يشاء. فيغفر، في الوصل الراء مضمومة، أقول فيغفر لمن يشاء. فيغفر راء مضمومة مفخمة. طيب لما أقف بالروم أقف بضمة صوتها منخفض، أعاملها معاملة الوصل. أعاملها معاملة الوصل، فأقف براء مفخمة هكذا: فيغفر. فيغفر، فأقف براء مضمومة ولكن صوتها منخفض ومفخمة، لا أقف عليها مرققة كما أفعل لو وقفت عليه بالسكون. لو وقفت عليه بالسكون أقول فيغفر. فيغفر، مع أنه في الوصل كانت مفخمة لأنها مضمومة، لكن لما وقفت عليه بالسكون صارت الراء ساكنة وقبلها مكسور. فيغفر، فأقف عليها مرققة. لو وقفت عليه بالروم وعاملها معاملة الوصل. ما حكمها في الوصل؟ حكمها التفخيم لأنها مضمومة، إذن أقف بالروم أيضا كذلك: فيغفر. فهذا ملخص اللوحة التي سنراها الآن. نرى اللوحة. قاعدة: الروم حكمه حكم الوصل، فلا يمد معه العارض للسكون بل يقصر كالوصل، وهو ما شرحته لكم الآن في قوله تعالى: وإياك نستعين. نستعين. ويعامل الحرف الموقوف عليه من حيث التفخيم والترقيق كما يعامل في الوصل، نحو فيغفر، عند الوصل الراء مفخمة. فيغفر، عند الوقف بالروم أيضا الراء مفخمة. أما عند الوقف بالسكون فيغفر، فتكون الراء ساكنة مسبوقة بكسرة فنرقق. أيضا إنا أنزلناه في ليلة القدر، في الوصل الراء مكسورة إذن هي مرققة: في ليلة القدر وما. فهكذا في الوصل. طب عند الوقف بالروم ببعض الكسرة، إن وقفت عليه بالروم أعامله معاملة الوصل، فأقول في ليلة القدر. القدر، فآتي براء صوتها ضعيف ومرققة، بخلاف ما لو وقفت عليها بالسكون فتصير الراء ساكنة وقبلها ساكن وقبله مفتوح، إذن مفخمة: في ليلة القدر. القدر. لاحظتم أيها الإخوة كيف أن الراء
عندما نقف عليها بالروم نراعي حالتها في الوصل، فإن كانت وصلا مفخمة نقف عليها بالروم بالتفخيم، وإن كانت في الوصل مرققة نقف عليها بالروم بالترقيق. هذا ما يتعلق بالروم.